بقلاوة الفستق الحلبي. راح نبسطها كتير ونعملها أنا وياكم بأسهل طريقة. يلا مع بعض. 2 كوب من الفستق الحلبي راح نطحنهم. ما راح نطحنهم كتير ناعمين ليصيروا بودرة، لا، لنوصل لهي الدرجة اللي انتم شايفينها قدامكم بالفيديو. بعدين راح نجيب صينية ندهنها بالسمنة، وأكيد راح نفرشها بعجينة الجلاش أو عجينة الفيلو أو عجينة البقلاوة. أنا جبت علبة وحدة فيها 10 ورقات، قسمتها نصين، فهذا أول نص قدامكم، هن 10 ورقات فوق بعض. حطيتهم بالصينية ودهنتهم بالسمنة. بعدين راح فضي عليهم كل كمية الفستق الحلبي اللي طحنتها. طيب رصيت الفستق كتير منيح، راح انزل بال10 ورقات التانيين. يعني هني 10 ورقات أنا قسمتهم نصين، أول نص وتاني نص. راح شيل الزوايد مثل ما أنتم شايفين، وحاول رصها كتير منيح. راح رص الصينية قبل ما أقطعها. بعدين راح نقطعها مثل ما أنتم شايفين. ممكن تقطعوها بالشكل اللي أنتم بدكم إياه، مثلثات أو مربعات صغيرة أو أصابع صغيرة براحتكم. أنا اخترت هذا الشكل، المربعات الصغيرة. وكمان راح نكبسها كتير منيح، وراح ننزل بحوالي كوب من السمنة الحيوانية الدايبة مثل ما أنتم شايفين. ونخلي السمنة يعني تدخل بكل القطعيات. والسمنة الزيادة راح نصفيها مثل ما انتم شفتوا على الفرن حوالي تلت ساعة. راح نحصل على هي النتيجة تلت ساعة من تحت. لما نطلعها راح ننزل بالقطر السخن، قطر أو شربات أو شيرة سخنة بس. ما بدها أكتر من هيك. هي كتير بسيطة وكتير سهلة، وواحدة من أحلى الحلويات اللي ممكن تجربوها وتعملوها. لا تنسوا تشوفوا المقادير موجودة تحت الفيديو، ولا تنسوا تعملونا فولو. صحتين وألف عافية يا رب.